قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في حركة الإخوان المسلمين في مصر، قال إن الانتخابات في البلاد معتقلة لدى السلطة الحاكمة. وأضاف أبو الفتوح للجزيرة أنه متى ما توفرت مساحة من النزاهة في الانتخابات فستتمكن القوى الوطنية من التغلب على الحزب الوطني الحاكم. الانتخابات البرلمانية والانتخابات العامة في مصر، وقد لنا تجربتين قريبتين في مجلس الشورى والمحليات، مرهونة ومعتقلة لدى السلطة الحاكمة. فحيث ما تريد السلطة الحاكمة توسع دائرة النزاهة والحرية أو دائرة التزوير ينتج عنها هذا. أنا أتصور أن الانتخابات 2005 اللي دخل من خلالها 20%، وكما عبر رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف على أنه كان هناك 40 مقعد أيضا كان سيأخذهم الإخوان لولا التدخل الحكومي في الانتخابات. أتصور أن دي أعطت مؤشر قد إيه حينما يكون هناك مساحة من النزاهة الانتخابات تستطيع القوى الوطنية ومنها الإخوان المسلمين أن تكتسح الحزب الحاكم بما يحتكر من أغلبية مدعومة من أجهزة الأمن ومن الحكومة وليست أغلبية حقيقية.